السلام عليكم احلى متتبعين، كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم حلوه دوازتي، حلوه من الزمن الجميل اللي شكون ما عقلش على هذه الحلوه هذه. كانوا كيديروها الامهات ديالنا وحتى الجدود ديالنا، حلوه اللي تقريبا تكون في عمرها شي 20 عام. كنتمنى انكم تجربوها، كتجي زوينه وكتجي هشيشه، انا كتعجبني ومفضله عندي، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. غادي نبداو على بركه الله. في واحد الاناء عندي ربعه ديال الزبده، عندي كاس ديال الكوك، كاس السكر، كاس لاروب ديال الزيت، وزلافه تقريبا صغيره ديال مايزينا، تقريبا واحد 3 ديال المعالق عامرين مزيان، جوج ديال البيضات، واحد ساشيه ديال فلان ديال الكراميل، وواحد فانيا، وجوج ديال الخمارات ديال الحلوى. الوزن تقريبا 7 غرام. غادي نبداو على بركه الله وندوزو باش نخلطوا المقادير اللي عندنا. غادي ندير السكر والزبده ونخلطهم مزيان حتى يتجانسوا ليا. عاد ديك الساعه نقدر نزيد عليهم الزيت. كنتمنى من الله اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك معايا ويفعل زر الجرس باش يتوصل بجديد القناه. وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه، وكنشكركم بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا كنخلط مزيان هاد الزبده هي والسكر حتى كيتخلطوا ليا مزيان. كنضيف ديك الزيت كيف ما قلت لكم، وهكا كنخلط باش العجين ديالي يولي بوماد، ويساعدني انني ديك الزبده تذوب لي دغيا. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه وانا كنضيف باقي المكونات. غادي نضيف جوج ديال البيضات. البيض دائما كنقول لكم يكون بحراره المطبخ. وغادي نخلط بهذه الطريقه، طريقه اللي سهله وصراحه حلوه، اللي سهله ما كتحتاجوا لا مرشم لا حتى شي حاجه، وكتوجد بسهوله. غادي نضيف ديك 3 ديال المعالق ديال النشا اللي قلت لكم، وكاس ديال الكوك. غادي نضيف ساشيه ديال الفاني دفلان ديال الفاني، وساشيه ديال سكر فاني، وجوج ديال الخمارات ديال الحلوى. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الخليط. وفي الاخر غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج حتى كنجمع الخليط ديالي. الخليط اللي غادي ما غاديش يكون قاصح بزاف وما غاديش يكون رطب بزاف، غير تابعوا الفيديو حتى للنهايه. المراحل راه هي واضحه، وحتى القوام ديال العجين كيفاش خصو يكون راه واضح في الفيديو. الدقيق غادي ديروا الفرص اللي عندكم، انا استعملت الفرص اللي حرش، نتوما تقدروا ديروا اي فرص عندكم، راه كتصدق 100%. ماشي بالضروره انكم ديروا شي دقيق اللي يكون من النوعيه الممتازه. غادي نجمع العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف. المهم القوام ديالها بحال هذا الشكل هذا. غادي نغطي الخليط ديالي باش هكا ما يضربوليش البرد ويتقشر. وغادي نمشيو باش غادي ندوزو للمرحله المواليه ان شاء الله. غادي نطلق واحد الكويره بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وغادي ناخذ واحد المتيكه وغادي نحاول انني نقشر لها الوجه ديالها كامل بالطريقه اللي واضحه في الفيديو. كنظن ان الطريقه راه هي واضحه وسهله. المهم غير قشروا لها الوجه ديالها كامل حتى كينوض بهذاك الشكل، كيعطي واحد المظهر للحلوه ديالنا زوين بزاف. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، حيت اللايكات والتفاعل في القناه هو اللي كيخلي القناه تزيد ترفع وكتبان للناس اخرين كثار، باش ان شاء الله تكبر العائله ديالنا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما قشرت لها الوجه ديالها كامل، غادي نستعن بواحد الكاس كيف ما بغى يكون، وغادي نبقى نقطع العجينه ديالي على شكل هلاليات، الشكل اللي راه هو ساهل وواضح. كنتمنى انكم غير تتبعوا المراحل والطريقه ديال كيف ما واضحه في الفيديو. راهي ان شاء الله حتى شي واحد ما غادي تجي هاد الحلوه صعيبه. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين بزاف. غادي تبقى تقطعوا بهاد الطريقه هذه حتى تساليو الكميه اللي عندكم كامله.
كنساليو هاد الكميه اللي عندنا كامله بهذا الشكل هذا، كنستفوها في اللاطه في اللاطه اللي غتدخل الفران، وكنكونوا سخنا الفران، كنشعلوا له من الفوق ومن التحت طبعا اللي عنده الفران ديال الضوء، حتى كتحمر بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا واضح في الفيديو. صراحه الطياب ديالها راه دغيا كطيب ودغيا كتوجد وكتجي هشيشه، وما تحيدوهاش من اللاطه وهي باقا سخونه حيتاش كتكون هشيشه بزاف وكتكسر دغيا. خليوها حتى تبرد، عاد ديك الساعه تقدروا انكم تزولوها من اللاطه. ستفوها هكايا فوق سطح العمل، وذوبوا واحد شويه ديال الشوكولاط في حمام مريم، ديروه في شي بلاستيكه كيف ما كتشوفوا، زينوا بخطوط بهذا الشكل هذا. الشكل اللي هو ساهل صراحه، كتجي زوينه في المنظر وكتجي رائعه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها، والفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على حسن المتابعه، شكرا للناس اللي مسانديني من البدايات ديالي، وشكرا للناس الجداد ما ننساش حتى هما نشكرهم، واللي باقي ما مشتركش كنتمنى حتى هو يشترك وينضم لينا ان شاء الله يا ربي. والى فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه.